هيدا انا بملعب المدرسه لما كان عمري 8 سنين، وكان في حدا كابب عصير على الارض، وجيت انا وعملت حالي واقف طبيعي، فيكن تقولوا عم بسق الزريعه. ومين بدكم يشوفني؟ مش الاستاذ، مش الطلاب، مديرة المدرسه. نيشان طلع لعندي هلا. يا الله، قعدت بمكتبها ولا كلمه، وبتطلب على التليفون وبتدق له لبيي. ايه كبا. لا يا زلمه الله لا يوفقك. لحظة. الو بونجور، حضرتك بيو لنيشان؟ ايه ليش؟ هلا من كم دقيقة مسيو شفت نيشان واقف بالملعب عم بيعمل حاله وعم شو؟ ايه مسيو؟ انا بقول له كيف هلا اخو. شو في يا زلمه؟ دقت لي المديرة عند نيشان عم تقول لي انه نيشان عم على الارض بالملعب. شو؟ ولا لك بدي احرق سلافه، يلا كف الدق. ومن هيدا النهار صار في جواتي الشر اعمل اكتر، وما حتى كانت قريبه للاشياء اللي عملتها. هيدي اضحك مواقف صارت معي بالمدرسه. مره كنت قاعد بالملعب كمان وعم اتشارع مع واحد والضل عم يزعجني، وشوفوا شو عملت. لا يا خيي انت غلطان. اوكي ما عم بفهم عليك شو رجع قال لي مين غلطان؟ انا ما كان بدي اضربه، بس كان بدي اعمل حالي عم خوفه. ومين بدكم يشوفني؟ المديره مره تانية شفتني حامل هالصباط مثل شي سلاح، وهلا صرت مبين اخوت. على كل حال نيشان ولا لاشحتك على البيت، طلع لعندي هلا. يا الله اليوم. هلا تخطوا الخبريات القديمه، تعالوا نحكي عن اشياء جديده. هديك السنه بعد ما نزلت الفيديو المدرسه القديم بشي شهر، كان معي حدا اكيد رح تتذكروه. يوهو عماد. ما بعرف اذا بتتذكروه، بس كنا مره انا وعماد بيساعد ضجر. شو بيقول لي عماد؟ يو نيشو شوف شو معي. شو معك؟ يلا عم شو بدك تعمل فيها هيدي؟ هلا بتشوف. بس خلصت الساعة قال لي عماد الحقه، فرحنا على مطرح ما بيقعد الاستاذ نيشان هيدي الريحة جاية من جهنم. شو بتعمل فيها هيدي يعني؟ شوف. اوكي هلا شو؟ اف يلعن حياتي شو هاي؟ اطلع من الصف اطلع. وحزارة وين عملها؟ بصفي انا. وبالفرصة كنا عم نحكي، يا زلمة شو عملت انت؟ عندي ساعتين ما بيخلصوا هلا، كيف بدي اتحمل الريحة؟ دبر حالك. وبعد ما خلصت الفرصة رجعت طلعت على الصف، ويا ربي انا ملا ريحة بيض مقلي على ريحة زبالة على ما بعرف شو، واجت الشبيبة كلها. شو هالريحة؟ يا شباب صبايا طاو فوتوا على الصف، ما في طلعة لبرا. يا استاذ مش شامم الريحة؟ كيف بدنا نقعد؟ نيشان عاد. وشوفوا مالا خبرية هلا، أنا كنت عايش 40 دقيقة بعيد عن المدرسة، يعني بدك توعى كل يوم قبل الضوء، قبل الديك كمان. يا نيشان قوم يلا. بعد 5 دقايق لك خلصني قوم. أكلنا كف حرزين وقمت مستعجل. عجل غسل وجهك، حمم، البس تيابك، فرش اسنانك، شرب قهوة، حضر الشنطة، وأخيرا فل على المدرسة. بس في شي ما انتبهتوله، نسيت الشنطة كليا بالبيت. ما بعرف شو قصتي، بس عندي مشكلة ضل انسى الشنطة. هداك الفيديو نسيت الشنطة على الطريق، وهلا نسيناها بالبيت. وانا يا معلم بالسيارة ما معي خبر انه ارتكبت اكبر جريمة، وبيي كمان كان معصب ومستعجل على شغله، يعني اجت على قد المشكلة. كنا بالسيارة لشي 40 دقيقة توصلنا على المدرسة. يلا نزال. اوكي لحظة، وانا عم فتش يا معلم ما في لا شنطة ولا شي. لحظة في شي غلط، وين الشنطة؟ لك افتح لي الصندوق. وانا هون يا معلم تذكرت انه تركت الشنطة على الصوفة بالبيت. يي انا شو بدي اعمل هلا؟ كيف بدي اخبر بيي؟ بيي شو وين الشنطة؟ اذا قلت لك بتعصب علي؟ لا قل له يلا. نسيت الشنطة بالبيت. شو؟ بيي بليز خلاص. نهاية الفصل الأول أكتر وقت مرعب بأي مدرسة. بتذكر أنا علاماتي يضلوا 11 12 وحتى 13 إذا حظي حلو، يعني كنت متوقع أجيب شي 12. كنت محمس وخايف بنفس الوقت، يعني يا بنجح يا بنشحت من البيت. بس فجأة ظهر كيفن. يا كيفن علاماتنا جماعة الجاي، خايف أنا شو بعمل؟ إذا قلت لك شي بتوعدني ما تخبر حدا؟ أكيد. ليك عندي معارف. شو قصدك؟ خلص بطاطا الهم. شو هالشاب مفكر حاله بالمخابرات؟ مع مين عم تحكي؟ على كل حال رحت عند السكرتير وقالت لي انا جبت 14. شو؟ طب فيني اشوف انا كمان؟ ايه بس ما تخبر حدا. اكيد ما رح اخبر حدا. وانا هون يا معلم عم خبركم كلكم. بس نحن وماشيين على السكرتير عم برجف، ايدي مسقعين وكنت مرعوب. هاي بدنا نشوف علامات نيشان. ايه نيشان جبت 15.64. ايوه برافو. هلا بدي اطلب منكم تحذروا شو عملت له لكيفن. 1 قلت له ميرسي وصفحت ايده. 2 نطينا وعيطنا. او 3 ما عملت شي. راح اعطيكم بعد شوية وقت. الجواب هو ولا وحدة. يا ويلي جبت 15.64. ايه قد ما كنت مبسوط وقف مخي وصفات وقفت للمعطر. كيفن بعدك عايش؟